عراب الأدب، واللي قال: بعد موتي اكتبوا على قبري جعل الشباب يقرؤون. طبيب وصديق وأديب، وحزن على وفاته شباب مصر، أول من كتب روايات الرعب في العالم العربي. وصاحب حلقة النهاردة الدكتور أحمد خالد توفيق، اللي اتولد في 10 يونيو 1962 في مدينة طنطا محافظة الغربية، واللي اتخرج من كلية الطب جامعة طنطا سنة 1985، وحصل على الدكتوراه في طب المناطق الحارة عام 1997، وتعين استشاري في جامعة طنطا وعضو في هيئة التدريس. طبيب وأديب طوع الطب لخدمة الأدب. بدأ الطريق في المؤسسة العربية الحديثة سنة 1992 ككاتب رعب، وكان أشهرها سلسلة ما وراء الطبيعة، وأول رواياته كانت باسم أسطورة مصاص الدماء. بس مع البداية واجهته اعتراضات كتير جدا في البداية، والاعتراضات دي كانت داخل المؤسسة، واللي بسببها اترفضت الرواية وهو أصيب بإحباط. وكتير في الفترة دي كان بينصحوا إنه يكتب في الأدب البوليسي، ولكن شخص واحد فقط هو اللي قال له كمل. الشخص ده هو الأستاذ أحمد المقدم، واللي نصحه باستكمال الكتابة في عالم الرعب، وساعده على مقابلة الأستاذ حمدي مصطفى، واللي في الوقت ده كان مدير المؤسسة، واللي عرض قصته على اللجنة، ولكنها انتقدت فكرة الرواية وأسلوبها. ولكن تمسك الأستاذ حمدي إنه يعرض القصة والرواية على لجنة تانية، وهنا اتفاجئ توفيق مرتين. المرة الأولى وإن اللجنة أنصفت الرواية، مش بس كده، وصفتها بأسلوبها الممتاز والشيق، وإن فيها حبكة روائية وتشويق وإثارة. والمفاجأة التانية إن قرار اللجنة كان بتوقيع من الدكتور نبيل فاروق، واللي قال عنه بعد كده أحمد خالد توفيق: مش هنسى للدكتور نبيل فاروق إنه كان سبب مباشر في دخولي المؤسسة، وإلا كنت هتوقف عن الكتابة. كان بيعتبر الكتابة سلاح كان يقدر يعبر بيها ويغير من نفسيته بيها. كان له جمل ومقولات لسه متعلقة في ودان الناس لغاية دلوقتي: إن شقاء الإنسان ينبع من مجالسته لمن لا يفهمه، وإن الحل الوحيد للمشاكل النفسية هو إنك ما تكونش عاطل ولا وحيد. إلهامه من الروايات جعل من الطب طريق لكتاباته. كلنا فاكرين شخصية العجوز رفعت إسماعيل، دكتور أمراض الدم، واللي حقق في السلسلة دي تأثير ملموس جدا مع القراء. وفي رواية سفاري الدكتور أحمد عبد العظيم في رحلته في الكاميرا. الرحلة بدأت مع سلسلة ما وراء الطبيعة، ولكن أدب الرعب ما كانش سائد في الفترة دي، ولكن السلسلة أما نزلت حققت نجاح كبير. الجمهور استقبلها وكان معجب بيها جدا وتشجع وكملها. وبعدها أصدر سلسلة فانتازيا سنة 95 وسلسلة سفاري سنة 96، وألف روايات حققت نجاح جماهيري كبير، وكان له روايات اترجمت لعدة لغات. صدرت في 2016 في ممر الفئران ورواية عقل بلا جسد، وكان له كتابات صحفية كانت بتتكتب في مجلة الشباب اللي كانت بتصدر عن جريدة الأهرام، وكان له كتابات ومقالات في جريدة التحرير. رواياته ومؤلفاته كانت عبارة عن روايات، مجموعة قصص ومقالات، روايات مترجمة، وسلسلة قصص روائية، وكمان أعمال درامية، واللي كان أشهرها زي النهاردة الفيلم السينمائي للمخرج عمرو سلامة جسدت فيه شخصية رفعت إسماعيل، وسلسلة ما وراء الطبيعة. دكتور أحمد خالد توفيق كان أحد رواد الأدب في عالم الرعب والخيال العلمي في الوطن العربي، وحصل على لقب العراب من جمهوره. أثر في آلاف القراء ومئات الكتاب العرب، وأعماله تصل إلى ما يزيد على 200 رواية موقعة واتباع منها نسخ بالملايين. الطبيب المصري اللي جمع بين العلم والإبداع الأدبي، الذي أحيا أرواح الشباب بروايات تشد الفكر. أحمد خالد توفيق أيقونة أدبية لن تنسى، واللي توفى 2 إبريل سنة 2018
بمستشفى الدمرداش، ونعته وزيرة الثقافة المصرية في وقتها وجميع القطاعات والهيئات بوزارة الثقافة. الثقافة المصرية والعربية فقدت روائيا عظيما طالما أثر الحياة الثقافية في مصر والعالم العربي. كما نعته جامعة طنطا، وقال الدكتور مجدي رئيس الجامعة: فقدنا قامة طبية وأدبية كبيرة كرس حياته لخدمة الوطن وعشاقه وقراءه. ورسالة حلقتنا النهاردة هكلمك عن الشغف. بنسمع ونشوف كتير ناس بتتكلم إن مفيش حاجة اسمها شغف، ركز في شغلك وعلى أساسيات شغلك، وأما تنجح ابقى دور على شغفك. هو كلام صح، بس وانت مركز في شغلك لو ظهر جنبك شغف ولقيت نفسك حابب حاجة وهويها وبتتقدم فيها، الحاجة دي معناها مهارة، إن أنت عندك المهارة والملكة دي، نميها واشتغل عليها وجنب شغلك، لأنها هتخليك تحبها وتحب نفسك وتنجح عشانها. في الحلقة بتاعتنا الدكتور رفض إنه يستسلم وعرض الرواية مرة واتنين على اللجنة بعد ما اترفضت أول مرة، لأنه كان مؤمن بنفسه وشغفه وحبه للكتابة وكتابة الروايات. الشغف مش رفاهية، دي النار اللي بتولع جواك وبتخليك تصحى كل يوم عندك سبب إنك تعافر، لأن اللي بيشتغل من قلبه عمره ما بيحس إن تعبه راح على الفاضي. وبكده تكون خلصت حلقتنا ورسالتها. لو حلقة النهاردة ورسالتها عجبتك ما تنساش دعمك بلايك وشير للقناة. أقاويل شرف.